احنا كده في الحد الشمالي بتاع شمال الرحاب. لو بصيتوا هتلاقوا طريق السويس اهوت، والجزء ده يا جماعه اللي على يميننا ده الجزء الخاص بالكومباوند. في كومباوندات في الشريط دوت زي نايل بوليفارد مثلا واي ار جي تقريبا، في اكتر من كومباوند في الجزء دوت، ما اعرفش اسمائهم بالظبط، لكن ادينا في الجزء الشمالي بتاع شمال الرحاب. هو اعتقد الضغط العالي هنا لازم يتشال، لان الضغط العالي تقريبا ماشي في قلب قطاع الاراضي، فاعتقد شمال الرحاب بنسبه كبيره من وجهه نظري هيشيلوها. يعني انا في النورث هاوس انا شاكك في الحته دي، رغم ان النورث هاوس المفروض تتشال واتقال انها تتشال، لكنها لانها ماشيه وفي حرم طريق وماشيه في الجزء بتاع حرم الطريق، فيعني ايه مش عايز اقول مكسلين، بس بقول يعني ايه لسه ما شالوهاش وما خدوش قرار حقيقي لشيلها. لكن هنا لا، الضغط العالي ماشي في قلب القطع، في قلب المناطق اهو. احنا ماشيين على الحد الشمالي والضغط العالي جوه قطعه اهي 114 115. مواسير الميه مشيت 116 وهكذا. مواسير الميه الصرف شغالين فيه، يعني الحد الشمالي اهوت، يعني العربيه بتمشي ماشيه، يعني ما الطريق ممهد نص ونص بس ماشيه، واديني ماشي في الحد الشمالي. خصوصا ان الضغط العالي مش ماشي بخط مستقيم، لا ده ماشي بورب، ماشي بشرب، اللي هو هنا كان في نص الارض وبعد كده هنا خرج براها. اكيد انتوا واخدين بالكم. هل ممكن اخش في النص، نخش كده في نص المناطق ونشوف ممكن ندخل ولا لا؟ هل الطريق ده متاح؟ وهل لو دخلت اعرف اخرج؟ الحته دي لا عاليه، صعب تخشها العربيه، اشوف لو داخله تانية. بس انا حبيت اجي هنا عشان اصور الحد الشمالي والحد الغربي، فلو انا قدرت امشي لاخر الشارع دوت كحد شمالي يبقى انا شايف ان انا عملت انجاز. لسه في خور اهوت، لسه المفروض هيتعمل جوه في المنطقه اللي جوه ديت، تقريبا دي حرف الاتش اللي جوه دي، ودي منطقه عاليه لسه هتنزل هتساوى. لا لسه في تجهيزات في شمال الرحاب، المفروض هياخدوا من العالي دوت يحطوا في الواطي. لسه في تجهيزات في شمال الرحاب في بعض مناطق ممكن نقول خلصت، اللي هي تقريبا ناحيه الحد الجنوبي. يعني انا ماشي في الشمال اهوت ما شفناش ولا عماره مبنيه زي ما انتم شايفين. وبعدين شكل الطريق هيجي هنا يقول لي اودعك. ادينا ماشيين، هل هيكمل معايا ولا هيغرز؟ لا الحته ديت مش هتساعد، ممكن امشي وفي نفس الوقت مش ضامن اعرف ارجع ولا لا. ده كده الحد الشمالي، ممكن امشي وفي نفس الوقت مش ضامن اعرف ارجع ولا لا. الحته دي غرزه شويه، الحته دي تمشي، بس هناك غرزه. شوف هلف ولا ايه؟ اعتقد في هناك ممكن نمشي لو جرينا في الحته دي. الحته دي ممكن نجري فيها اللي قدام دي ونكمل. بس هل حتى لو جرينا، انا مش معايا للاسف العربيه التانيه اللي هي انا قلت بقى شمال الرحاب بصراحه همشي لكم على الاسفلت، لكن حبيت اخش لكم جوه عشان خاطر تشوفوا. خلينا نشوف ايه اللي ممكن اعمله ونكمل تاني. دخلنا كده احنا بقى في وسط المناطق، الضغط العالي اهوت فوقينا، خدنا من فوقينا في حاجات فيها حفر اهو، وفي هنا ده الخور اللي انا اقصده، ده اللي انا حبيت اوصله للناس، ان المنطقه دي لسه هتجهز اهيت. دي فواصل مناطق، شارع عريض وفواصل مناطق. المقابر هناك اهيت، انا كده في النص، والمقابر باينه من هنا برضه عشان تبقوا شايفينها. فانت وانت بتختار مهم تبقى عارف انت بتختار ايه. المهم الحته ديت كده احنا ماشيين لسه في اتجاهنا رايحين، احنا كده في نص شمال الرحاب.
الحته دي منخفضه، المفروض تتساوى، ما اعرفش ليه منخفضه كده متسابه، او دي ممكن تبقى منطقه الخدمات اللي في النص. يعني ممكن دي تبقى منطقه الخدمات اللي في النص، مش المنطقه اللي هتستلم عمارات، لان في منطقه خدمات في النص ما بين حرف الاتش وحرف الاف وحرف الدي. هل هي المنطقه دي؟ ادينا ماشيين وادينا بنصور معاكم، ومعرفش واحنا ماشيين هنلاقي الطريق مقفول ولا مفتوح ولا ايه، وانا لو دخلت من هنا وكملت لا هنغرز، لان هم هنا حطوا حاجات. انا يخيل لي ان دي منطقه الخدمات. طيب ادينا ماشيين اهوت، والله يعني ايه اول مره طبعا في حياتي امشي في المنطقه ديت جوه شمال الرحاب بصراحه. انا بس حابب اقول لكم ان شمال الرحاب لسه قدامها مده، اللي عايز ياخد في شمال الرحاب يبقى عارف هياخد من مين يا جماعه، لان خد بالك عشان تبني في فترات متباعده ما انتش ضامن الاسعار هتبقى عامله ازاي. وبالتالي تاني بقول وانا باخد وبشتري وبقرر اشتري لازم اكون حاسب حساباتي، فاهم ابعاد خطوتي وابعاد تصرفي انا هعمل ايه. في دخله هنا في وسط لا مش هنخش احنا هنا، خلينا نمشي من هنا اهوت كده ونشوف نكمل، هل هنقدر نكمل ولا لا. انا افضل اكمل في الحد الشمالي، لو قدرت انجزه يبقى ده انجاز من جوه، يبقى ده انجاز من جوه. الحد الجنوبي طبعا ما كانش فيه دخله اصلا، هو تقريبا بيخشوا من الحد الشرقي في النص وبيلفوا. كان في فتحه شفناها كده وانا بصور الفيديو الاولاني في الحد الشرقي، بس انا ما دخلتهاش علشان خاطر قلت الفيديو الجاي اصور لكم الحد الشمالي. وبالفعل انا خلاص بقرب اهوت من نهايه الحد الشمالي، وطالع وشايف المسجد اللي في وشنا ده المسجد اللي موجود في فاميلي بارك. ادي محطه الكهرباء اللي اقصدها. هناك اهو المباني بتاعه الرحاب بدات تظهر هناك اهي. ده الحد الجنوبي بدي المنطقه من الحته دي، وادي محطه الكهرباء اللي انا اتكلمت عليها، واعتقد جنبها هيتعمل محطه الصرف لا على امتدادها لا جنبها. هل ممكن اقدر اطلع؟ يا لو طلعت بدل ما ارجع تاني هيبقى انجاز، يبقى طلعنا على الحد الغربي على طول. يا رب نلاقي حاجه تطلعنا، يا رب نلاقي. مش عارف الطريق طالع ولا مش طالع. طب اشوف كده، هو انا كده ايه؟ هنا في حاجات مرميه وزباله، بس ما اعتقدش ان الطريق ده هيطلعني. هل هيطلعني؟ والله لو طلعني يبقى نعمه وفضل. اللي هناك ده الحد الغربي يا جماعه. هل هيطلعني؟ والله لحد دلوقتي دي محطه الكهرباء يا جماعه، اول مره امشي من هنا. ودي بقى الناس اللي بتحفر ولا بتعمل بيروحوا جايبين رامين الكوم هنا. المفروض الكلام ده ما يتمش، والمفروض يتشال، والمفروض يتابع عشان ما يبقاش في حاجات تترمي هنا. والله لو لقينا طلعه هنا هيبقى انجاز. شكلها مفيش طلعه وهغرس، لا مفيش طلعه، صعب قافلين الحته دي. طيب بالمناسبه اللي في وشنا ديت حديقه الاسره، وده الحد الغربي لشمال الرحاب. نحاول نلف، ولو عرفنا نوصل لهنا هيبقى انجاز، لا اما اجيب لكم الحد الغربي من على الاسفلت. خلينا نشوف هنعمل ايه. والله احنا قعدنا نحارب اهوت ونكافح في الحد الشمالي لسه لحد ما لقينا مكان عربيات الميه اللي بتملى منه. فالحته دي قدامنا اهي غرقه وميه، بس ان شاء الله نخرج. ده الحد الشمالي يا حلاوه. اوعى اهم حاجه العربيات الزحلق. فكره ان انت تبقى داخل جوه المنطقه وتخش جواه وتصر، ده بصراحه دي عندي من زمان، وانا بحب انقل لكم الواقع من الاخر. بس ادينا هنطلع اهوت على الحد الغربي. يا الله يا الله يا الله. طيب اهم حاجه عندي، في ملف ولا مفيش لما نطلع؟ يا صالح الحال يا رب. الملف هناك اهو، بس الملف هيخرجنا. هلف منين؟ انا محتاج ارجع الحته دي. اعرف ارجع الحته دي؟ لا في ميدان اهو. طيب خلاص في ميدان. الميدان
ورينا القصه. طيب ده كده الحد الشمالي. بالمناسبه الحد الشمالي مش شمال الرحاب على طول، لا، الحد الشمالي الجزء دوت كومباوندات كلها ماشي، وهي في وش الجزء الشمالي في وش الكومباوندات. لاكازار ده كومباوند لاكازار كريك، لاكازار كريك، ودوت قبل طريق السويس الجديد. طريق السويس الجديد لسه قدام، احنا هنلف ونرجع. ده طريق السويس القديم بالمناسبه عشان تبقوا عارفين، ده طريق السويس القديم، وطريق السويس الجديد هناك اهو. ده عشان تبقوا عارفين دي حديقة الأسرة وفندق تلين، وده الجزء الغربي. يبقى احنا صورنا في الفيديو الأولاني طريق وصولنا لشمال الرحاب، وصورنا الحد الجنوبي والحد الشرقي اللي عند المقابر، وفي الفيديو دوت صورنا الحد الشمالي. مشينا بقى في الحد الشمالي كله الضعضعة بتاعت شمال الرحاب كلها. ادي يافطة حديقة الأسرة، تجمع الأول، مدينة الرحاب. وده كده الحد الغربي. قلت لكم الحد الغربي هيبقى فيه محطة الكهرباء، وهيبقى فيه محطة صرف بتخدم شمال الرحاب. ادي فاميلي بارك مدخل اولاني، وادي يعني عندنا المدخل الاولاني، وادي الكهرباء، محطة الكهرباء. واعتقد محطة الصرف معمولة اهي تقريبا، دي محطة الصرف، لان انا عارف ان في محطة رفع ومحطة صرف موجودة هنا. ادي الجزء دوت اللي بالطوب الاحمر ده مع محطة صرف صغيرة مساحتها مش كبيرة اهيت اهي الحد الغربي. ودي بنزينة شيلاوت، واللي في ظهرها مباني اعتقد حكومية. ادي فاميلي بارك. اذا احنا في الفيديوهين دولت صورنا لكم منطقة شمال الرحاب كلها، وعرفناكم المنطقة ديت حدودها بالكامل ايه. كان نفسي اخش من النص، بس لما مشيت من الحد الشمالي ما عرفتش اخش من النص. ليكم فيديو تاني احاول اخش لكم من النص وتشوفوا شمال الرحاب كلها ان شاء الله من النص عامله ازاي، بحيث ان انتوا تبقوا عارفين كل تفاصيلها. بس ده قدام شويه يكونوا بداوا يخططوا. اللي انا لاحظته ان في بعض عمارات طلعت يكاد يكون 5-6 عمارات اللي طلعوا اللي الطريق فيهم ممهد، واللي ممكن يكونوا اتسلموا. anyway شكرا على متابعتكم لفيديو شمال الرحاب. ان شاء الله الفتره الجايه هنصور لكم فيديوهات الواقع، وهنوريكم منطقه مهمه جدا تابعوها واعرفوها، وهي منطقه اللوتس الطرح الجديد اللي في القطاع الرابع، واعرفكم مدى تميزها مع مناطق تانية كتير هنصورها ان شاء الله في الفترة القادمة. قولوا لي المناطق اللي انتم عايزينها. دمتم بخير، لا تنسوا الدعاء لاخي عبد الله بالرحمة والمغفرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.